لماذا لا يتزوج غيرها؟ لماذا لا يجمع بينها وبين غيرها على الأقل معه أولاد وهو يعني يخاف عليها إلى غير ذلك؟ يعني لماذا يفتن نفسه؟ إذا كنت أنت في هذه الحال لا تحب زوجتك، وجدتها لا تغنيك ولا تجعلك تغض بصرك إلى غير ذلك، لماذا يعني تحجم على نفسك أن تتزوج بأخرى؟ لماذا تحجم على نفسك أن تتزوج بأخرى تعفك في هذا الأمر؟ فلا شك أن التشريع الإسلامي حل لكل هذا. رجل تزوج بامرأة ثم وجد عندها خيرا كثيرا، لكن هذه المرأة لا تحصنه، إما لمرض عندها أو إلى غير ذلك من الأشياء، لكن في المجمل هي امرأة فاضلة، امرأة على خير، خلاص. وفي نفس الوقت مع هذا الخير الذي فيها هنالك أمر آخر هو يحتاج إليه، ألا وهو الحصانة، ألا وهي العفة، خلاص. فشرع له الله سبحانه وتعالى وشرع له الإسلام أن يتزوج بأخرى حتى يحصن نفسه، ولا يعدد في العشيقات، إنما يعدد في الزوجات بشرط، شرط هام جدا، هو العدل. طيب العدل، ما العدل منفي في بعض الآيات، يعني البعض يقول إن هذا العدل منفي، يعني الله سبحانه وتعالى أمرك بالعدل ثم قال أنك لن تستطيع أبدا أن تعدل بين هذه النساء، ولو حرصت على ذلك لن تستطيع، خلاص. فما الجواب؟ العدل الذي ذكر في هذه الآيات إنما هو العدل القلبي. طيب معنا اتصال، معنا أستاذ خالد من مصر، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وباركاته. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبياك، الله يحفظك. ممكن يعني أشترك مع حضرتك؟ هذا يشرفني طبعا. طيب اتفضل، الله يحفظك. بارك الله فيك. أولا طبعا يعني الواحد بيتعجب صراحة يعني من إن الواحد في للمرأة أفضلية عن أي أمة أو أي حضارة سابقة عن الإسلام. فالإسلام سبحان الله يعني كرم المرأة تكريم. أنا عندي مقارنة ظريفة كده، يعني أتمنى إن شاء الله الوقت يسعفني اللي أنا أعملها سريعا، الله يحفظك. إن شاء الله سريعا إن شاء الله. أول حاجة في الحضارة اليهودية، اليهودي كان كل يوم صباح كل يوم يدعو الله تبارك وتعالى ويشكر الله سبحانه وتعالى على أنه لم يخلقه امرأة، وأدانوا المرأة بناء على انقطع. طيب عفوا أستاذ خالد، متأسف لك يعني. نرجع مرة أخرى نقول إن الله سبحانه وتعالى قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا العدل الذي هو موجود في هذه الآية المقصود به العدل القلبي، بمعنى أنا إنسان عندي مال كثير، كذلك عندي من الشخصية التي تجعلني يعني لا أظلم هذه وأحابي عليها هذه. فإن تزوجت ثم وجدت هذه المرأة في يوم من الأيام تقوم الليل وهي تقرأ القرآن وهي تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي غاضة لبصرها وهي تحفظ مالي وهي تحفظ أولادي إلى غير ذلك، والأخرى وجدتها مفرطة إذا قمت إلى الصباح في صلاة الفجر يعني أريد أن أسكب عليها برميلا من الماء حتى تقوم إلى غير ذلك، فبالله عليك لا شك أن المحبة في القلب لهذه ستكون أكثر من هذه المحبة القلبية. لكن العدل، جئت إلى هذه مثلا بطعام ما أتي إلى هذه بمثل هذا الطعام، إذا جئت لهذه مثلا بفاكهة أتي إلى هذه بفاكهة، إلى هذه بثياب، إلى هذه بثياب مثله إلى غير ذلك. هذا هو العدل الذي أتي بها هنا، هو الذي أتي بها هنا. إذا بت هنا يوم أبيت هنا يوما آخر مثله، خلاص، هذا هو العدل. أما المحبة القلوب بين إصبعي الرحمن، أنت نفسك لا تستطيع أن تجزم أنك تحب أولادك كلهم محبة واحدة، يعني ابنك فلان وابنتك فلانة، ابنك الذي يقبل يدك قبل أن ينزل وابنتك التي يعني تقوم على خدمتك، ليس يعني كلاهما ليس في المحبة يعني يستوون مع هذا الشاب العاق الذي يسبك والذي ينهرك والذي لا يقوم على خدمتك. لا شك أن هذا يختلف، وأنت أب يعني كذلك الأب مأمور بالعدل بين أولاده، فإن كان الأمر كذلك في الأولاد فلا شك في النساء من باب أولى، فهذا هو المنفي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا حبيب فارس. الله يبارك فيك، حياك الله وبياك، الله يكرمك. أخوك أبو سفيان معك إن شاء الله. مرحبا. طبعا أولا طبعا أنا وأواجه هؤلاء الذين يحدثون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقول لهم ما الضرر الذي وقع على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما عدد وتزوج هاجر وسارة أو سارة وهاجر رضي الله عنهما.
هذا أمر. الأمر الآخر، ما الضرر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد وتزوج من النساء رضي الله عنهن أجمعين. الأمر الآخر، أنصح إخوتي وأخواتي القائمين على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والذابين عن حياض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كما قال علماؤنا: العلم صلف لا يؤتيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت من إعطائه إياك بعضه بعد إذ تعطيه كلك على خطر، إما أن يعطيك وإما أن لا يعطيك، لأن هذا العلم نستخدمه بإذن الله تبارك وتعالى عن دفاع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ورسوله غنيان عنا جميعا إن شاء الله عز وجل. فلا بد أن نتعلم وأن ندب وأن نفعل في هذه عز وجل ولله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أناشد جميع العلماء وجميع طلاب العلم أمثالكم شيخنا الحبيب وأمثال إخواننا الأفاضل أن يتعلم العلم ويدبوا عن حياض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلموا الناس الخير من تعدد الزوجات والفوائد القائمة والحادثة نتاج ذلك. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إخواننا الأفاضل، يعني الوقت يعني ينسحب سريعا من بين أيدينا، فنقول يعني هذا الذي قلناه كله يعني دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم توجيه لابد أن يعلموه. الذي يريد أن يعدد لابد أن يكون فيه الصفات التي تبين له أو يعني التي تعينه على العدل بين النساء. أما إذا كان هذا الرجل لا يستطيع ذلك فسيكون الأمر عليه وبالا عظيما، مش هيستطيع أبدا أن هو يجمع بين الاثنين. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الإنفاق ولا يستطيع بشخصيته أن يعني يحكم هذه ويحكم هذه ويرضي هذه ويرضي هذه، فسيكون أمره يعني كما يعني يقول بعض الشعراء، وهذا يعني يتنازل فقط على الذين يعني يتسرعون في هذا الأمر بغير حكمة وبغير عقل. يعني كان الأصمعي يقول: قيل لأعرابي: من لم يتزوج امرأتين لم يذق لذة العيش. تزوج امرأتين بسرعة كده بدون أن يعلم الضوابط الشرعية في التعدد، فأنشد قائلا: تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تمسي وتضحي تردد بين أخبث ذئبدين، رضا هذه يهيج سخط هذه فما أرى من إحدى السخطتين، وألقى في المعيشة كل بؤس كذاك المرء بين الضرتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. يعني هذا الرجل يشكو من هذا الأمر. لماذا؟ لأنه أقدم مسرعا، يعني حتى إذا كان أحد من جيراننا النصارى يعني يستمع لنا الآن ويقول: أنت قلت ستقول يعني هنالك بعض الشواهد، أقولها سريعا طيب اتفضل أستاذ عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وبارك الله في شيخنا فارس. صراحة أنا حابب يعني أحييكم على هذا البرنامج الجميل. الله يحفظك ويعلى قدرك. كان ليا مداخلة إن التعدد موجود في التشريعات السابقة في المسيحية وفي اليهودية. نعم. لم يأتي الإسلام فيه بجديد. سأذكر هذا الآن. يعني ليصون المرأة. زي ما حضرتك عارف إن الآن نسبة تعدد النساء أكثر من الرجال. عدد النساء الآن في تزايد. وبرضه نضرب مثال، مثلا حرب مثل أي حرب زي العراق مثلا، في قرى كاملة مثلا بيقتل فيها الرجال والشباب أكثر من النساء، فمن لهؤلاء السكالة والأرامل؟ جزاك الله خير. هناك حل إلا التعدد يعني. الله يكرمك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. طيب نقول سريعا بالنسبة لسليمان عليه السلام، عندهم في سفر الملوك الإصحاح 11، ويعني أقول سريعا كده: وأولع سليمان بنساء غربي أو غريبات كثيرات فضلا عن ابنة فرعون، فتزوج نساء مؤابيات وعمونيات وآدميات وصيدونيات. طبعا يعذرني البعض أن طبعا قد يكون بعض الأشياء أو بعض الأسماء أقرأها خطأ، طبعا هذا يعني لا يلومني في البعض، فأنا لست متخصص في هذا الباب، فقط أنقل لكم. وكلهن من بنات الأمم التي نهى الرب بني إسرائيل عن الزواج منهم، قائلا لهم: لا تتزوجوا منهم ولا هم منكم، إلى غير ذلك. يعني تزوج بأكثر من واحدة. ومع ذلك طبعا نقوله سفر الملوك الأول، أخواننا الموجودين على النت معنا إن شاء الله تعالى ينزلوا الكلام ده كله قصاد يعني أي نصراني موجود معنا. خلاص. ويعني أختصر، أخش على داود عليه السلام.